الحقيقة ده مش سؤال، ده كوكتيل فخفخينة مضروب في الخلاط من عند فرغني. طب لما الدعارة والاغتصاب والجهل وسوء الأخلاق والفقر، لا وكل دول مش بس موجودين، ده موجودين وزايدين عن معدلهم الطبيعي كمان. طب تفتكر ايه اللي لسه فاضل كويس او نضيف في مصر عشان احنا كمصريين نقبل او نقدر نعيش فيه؟ انا مش فاهم، يعني قسمتنا مجموعات مثلا 15% دعارة و25 اغتصاب و20 جهل و15 سوء اخلاق وبالباقي فقر؟ ده كلام؟ في حد في الدنيا يسأل سؤال بالشكل ده؟ كلامك ده ما يتقالش ولا يتوصف بيه حتى شعب من شعوب العصر الحجري. وصفتنا كأننا ناس لا أصل ولا فصل ولا حضارة ولا تاريخ ولا أخلاق ولا علم ولا ثقافة ولا أي حاجة خالص. وصفتنا وكأننا مجموعة من البشر والكائنات العشوائية واللي بتعتمد في حياتها على الشهوة والغرائز والملذات، بالإضافة للفقر والجهل وسوء التغذية. يلا بالمرة، يعني جت على دي؟ ده إيه الخيال العلمي بتاعك ده؟ ده أيام الجاهلية يا راجل بكل ما فيها من كفر وعبادة أصنام وجمال وبغال وبيوت من طين، ما كانش فيها اللي أنت قلته ده. بص، أنا مش هضيع وقتي وقتك وأقول لك أنا مصري وبلدي مصر ومرضاش عليها حاجة وحشة، ولا هكلمك عن إحنا مين وتاريخنا إيه وعملنا إيه، ولا إحنا بلد نزل فيها رسل وأنبياء، ولا عن خير جنود الأرض، ولا فراعنة، ولا علم، ولا شهامة، ولا جدعنة، ولا عن حاجات كتير عايزة وقت طويل عشان نحاول نتكلم عن أجزاء بسيطة منها ومش هنلحق نخلصها. أنا مش هقول لك الكلام ده مش لأن بس مفيش وقت، لا، لأن مش مهم تعرفه، ولا يهمنا أنا كمان أعرفه، ولا يهمنا كلنا نعرفوه، لأنه مش هيزود ولا هينقص حاجة. هيبقى في الآخر مجهود ضايع ووقت ضايع أنت أولى إنك تستفيد بيه. خسارة يروح عليك وأنت عندك حاجات كتير أهم من إنك تفهم أو تسمع أو تقرأ تاريخ بلد زي مصر، لان غالبا الجزء الكبير من وقتك مشغول فيه وبتضيعه وانت بتراقب الرجاله وهم بيغتصبوا الستات، وجزء تاني وانت بتراقب حركه الدعاره في مصر، وجزء كمان وانت بتراقب عدم وجود اخلاق، والجزء الاكبر من وقتك بتضيعه في تقييم حاله الفقر والجهل. عايز تفهم اكتر؟ اسمع القصه دي. كان في ملك بعت 3 اشخاص لمصر وطلب من كل واحد يجيبوا له احوال اهل مصر، وبعت كل واحد لوحده، وبعد فتره رجعوا. فسأل الملك الرجل الأول وقال له إيه الأخبار؟ قال له والله هم أهل سكر وعربدة، وكل الملاهي والكباريهات مليانة على آخرها، شعب هلاس ما فيهوش خير. فنده الملك الرجل الثاني وسأله نفس السؤال، قال له والله هم أهل صلاح ودين، والعلماء والمشايخ موجودين في كل مكان، والمساجد مليانة في كل الأوقات، والشعب كله متدين وبيخاف من ربنا. فنده الملك الرجل الثاني وقال له نفس السؤال، فقال له والله هم أهل علم ومعرفة وثقافة، كل الشعب متعلم، والمدارس والجامعات مش قادرين يستوعبوا عدد الطلبة، والمكتبات منتشرة في كل مكان، ودور النشر كتيرة جدا. الملك ما كذبش حد فيهم، لأن كل واحد فيهم راح للأماكن اللي بيحبها. واخد بالك معايا؟ اللي بيحبها. حتى في زماننا ده لو بحثت عن اخبار الدعاره والجنس هيظهر لك الالاف من المواقع الاباحيه، وهيظهر لك كمان اعلانات ليها على حسب اهتماماتك. ولو بحثت عن الامور الثقافيه والعلميه والدينيه اتحداك يظهر لك اعلان واحد بس مخل بالاداب. انا معاك ان كل الكلام اللي انت قلته ده موجود فعلا في مصر وفي كل المجتمعات وفي كل الدول، بس بنسب مختلفة، لكن تركيزك على الحاجات دي بس بتبين اهتماماتك وتوجهاتك. عارف، لو كنت قلت انا طول عمري بحب مصر والمصريين، بس لاحظت من فترة انهم ابتدوا يتغيروا، بقت عندهم سلوكيات مش بتاعتهم ولا بتاعتنا، وخايف عليهم من الفقر والجهل، ليه التغيير ده؟ السؤال يتسأل كده او قريب من كده وهتلاقي مليون اجابة علمية ومقنعة ومنطقية، هتلاقي رد محترم وواعي على سؤال محترم، ناس هتحس منه وانا معاهم كمان ان صاحب السؤال بيسأل عن حب وخوف واستغراب وقلق واستنكار ورغبة في التسكين للتغيير. انا ممكن افهم كده، وكلنا ساعتها ممكن نفهمه كده ونقول والله السؤال ده برضه عامل زي صوت جرس المنبه اللي بيصحي الناس عشان يوعيهم ويفوقهم. لكن سؤالك بالطريقة دي ملهوش غير تفسير واحد، لكن هفترض حسن النية وإساءة التعبير من غير قصد. لو تحب تسأل سؤالك تاني بشكله الصحيح، أعتقد إن صفحتي فيها ناس مثقفين ومتعلمين ومتخصصين ممكن يجاوبوك ليه سلوكيات الشعوب بتتغير مع الوقت، وعايز تاخد مصر كمثال.